هعمل معاكم النهارده كبده اسكندراني، ودي من الاكلات اللي ما بتاخدش وقت تماما في تحضيرها، وطعمها وريحتها ملهمش حل. معايا هنا بقى 3 قرون من الفلفل الحامي، و10 فصوص من الثوم، وربع فنجان من الخل، وكمون وكزبره ناشفه وبابريكا وشطه وفلفل اسود وعصير ليمون. وطبعا بقى اظبط الملح بتاعه، افرمهم بقى ناعم كويس جدا كده بالشكل ده كده. وبعد كده انزل بقى بيهم على الكبده. طبعا دي كبده بلدي مقطعاها شرايح رفيعه وبالطول، هي ده انسب تقطيعه للكبده. وبعد كده اقلبهم كويس واحطها في التلاجة لمده ساعه. بعد كده اجيب طاسه، انزل بقى بنص فنجان من الزيت وعليه قطعه زبده كبيره كده. واول ما الطاسه تسخن كويس جدا اروح نازله بالكبده. طبعا بقى اوزعها في الطاسه الاول وما اقلبهاش خالص لغايه ما تاخد لون الاول، اهم حاجه تاخد صدمه علشان ما تنزلش ميتها وتنشف معانا. اقلبها بقى تقلبتين كده وتبقى جاهزه معانا. هقدمها بقى مع مكرونه ورشه بقدونس